تخيل معايا كده لو حد قالك ان فيلم من عالم جون ويك ممكن يفشل، كنت هتصدق؟ بس اهو حصل. فيلم باليرينا 2025 دخل السينما وخرج منها بإيرادات ضعيفة جدا ورد فعل مخيب. ليه بقى الفيلم فشل وجاب إيرادات ضعيفة؟ تعال اقولك بالأسباب. رقم واحد، السيناريو ضعيف جدا. الفيلم كان معتمد على الأكشن بس، القصة بسيطة زيادة عن اللزوم ومفيهاش أي عمق، كأنك بتتفرج على حلقة في مسلسل فلير مش فيلم مستقل. رقم اتنين، أنديانا أرمس مش لاقية نفسها. البطلة حلوة وبتعرف تمثل بس الدور مش لايق عليها خالص، ولا عندها كاريزما جون ويك ولا كتبوا شخصيتها صح. حسيتها ضايعة وسط الأحداث. رقم تلاتة، جون ويك طلع ضيف شرف بس الناس دخلت الفيلم مستنية كيانو ريفز، فاكرين ان ده تكملة، لكن اكتشفوا انه طلع في مشاهدين والسلام، وده عمل إحباط عند الناس اللي بتحب السلسلة. رقم أربعة، الفيلم مش بيضيف حاجة جديدة، يعني لو شلته من عالم جون ويك عادي مش هتحس بفرق، وده أكبر دليل إنه مش مكمل للسلسلة بل محاولة فاشلة للتمديد وخلاص. في نهاية الفيديو أقدر أقول إن الفيلم كان قدامه فرصة يكسر الدنيا، بس لما تركز على الأكشن وتنسى القصة والشخصية النتيجة تساوي فيلم بيتنسي بسرعة. قولولي رأيكم في الفيلم، لو تحبوا أعمل فيديو مقارنة بينه وبين أول جزء من جون ويك، ولا تحبوا تحليل لمشهد معين. سيبوا رأيكم في الكومنتات، وسلام. Looks like you already have.